استغربت. اقول لك انا، ده برنامج بيخليك تتحكم في البار اللي فوق دي. بمعنى ممكن اتحكم في نسبة السطوع من هنا. تمام، ممكن اخليه يعمل سكرين شوت من اللمسة من هنا، وممكن اخليه يجيب لي الباور بدل ما انا افضل ادايس، وممكن اخليه دبل تاب يعمل لي يقفل لي الشاشة. طبعا انا مش هدوس كده عشان هيوقف لي تسجيل الفيديو. تعال اقول لك ازاي. تخش على البرنامج، طبعا يعني بتسمح له بكل حاجة، انا مش عارف ايه الطريقة دي. تمام. البرنامج بتخش من هنا، ده بتختار اللي هو الدبل تاب، السنجل تاب، دوسة واحدة، دوستين، دوسة مطولة، كل حاجة بتختارها من هنا. طبعا في حاجات كتيرة ببلاش وفي حاجات بفلوس. وتخش هنا، ممكن تخليه البار اللي فوق ده يبقى زي الاي او اس اصلا. دوس كده، هنا كده. والغريبة في الموضوع ان وان يو اي بفلوس، اللي هو انا اصلا عندي ببلاش. تمام. وبتخش من هنا تغير، ممكن تغير الشكل دوت الشكل ده، بس بفلوس طبعا. في حاجات بفلوس وحاجات ببلاش، دي ببلاش. وكذا حاجة بقى طبعا. خش اكتشف بقى وقول لي ايه رأيك في البرنامج. متنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة. شكرا.